الصيرفة الإسلامية كامل سمعتوا بها، ما اسكو تعرفوا الفرق الحقيقي ما بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة الكلاسيكية، ومزايا الصيرفة الإسلامية لأخذ تمويل بنكي، مرابحة ولا إيجار. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفورما جديد سي بي ا برودكاست اللي من خلاله نتعرفوا على مختلف الحلول اللي قدمها القرض الشعبي الجزائري من جهه، ومن جهه اخرى نحاول قدر الامكان تبسيط المفاهيم المتعلقه بالصيرفه الاسلاميه والتعاملات البنكيه من خلال استضافه مختصين في القرض الشعبي الجزائري. اول عدد من سي بي ا برودكاست نستضيف السيد سفيان مزاري، مختص في الصيرفه الاسلاميه ورئيس قسم الصيرفه الاسلاميه بالقرض الشعبي الجزائري. مرحبا بك سي سفيان مزاري. بك عايشك، السلام عليكم، شكرا على الدعوة. أول سؤال، هل يمكن التعريف أو هل هو صحيح أننا نعرف بالصيرفة الإسلامية من خلال القول بأن الصيرفة الإسلامية هي مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، هي خالية من الربا، وبذلك تكون أرخص من التعاملات الكلاسيكية؟ نعم بالطبع، هي بشكل شامل. هاد الثلاث نقاط هذوما جد مهمين باش نعرفوا الصيرفة الإسلامية، لأنه كل منتوجات الصيرفة الإسلامية، كل عقود الصيرفة الإسلامية، سواء كانت في البنوك ولا حتى في مؤسسات التأمين ولا حتى في الأوراق المالية اللي يداولوها في السوق المالية، شرط المطابقة الشرعية مع أحكام الشريعة الإسلامية هو شرط خط أحمر. ثاني شيء، الخصوصية تاع المالية الإسلامية بشكل شامل، لأنه كان فيها المالية الإسلامية ومن بعد الصيرفة الإسلامية جزء من المالية الإسلامية، التكافل جزء من المالية الإسلامية، والصكوك على سبيل المثال والصناديق الاستثمار، هذه اللي يشكلوا صناعة المالية الإسلامية. الشرط الثاني هو خلو كل المعاملات اللي يتعاملوا بها البنوك الإسلامية، النوافذ الإسلامية، شركات التكافل ولا الأوراق المالية الإسلامية من الربا. والربا هي الزيادة اللي نجموا نعرفوها فيما بعد إذا حبيتوا. والشرط الثالث أو الخصوصية الثالثة هي أنه في آخر المطاف، كثير من الناس يقول لك باللي الصيرفة الإسلامية غالية على الصيرفة الكلاسيكية، وهذا خطأ، هذا خطأ فادح. لأنه في آخر المطاف العقود الإسلامية أو التمويلات الإسلامية تجي أرخص من التمويلات الكلاسيكية. وعلاش؟ علاش؟ فيه خصوصية في المالية الإسلامية، أنه في العقود لما يمضي الزبون العقد تاعو، على سبيل المثال المرابحة، لما يمضي العقد تاعو كل لي بارامتر تاع العقد تاعو معروفين، وبالتالي في حياة التمويل تاعو لما يبدا التسديد تاعو ولا لما يتأخر أو يصرى له مشكل ولا ما فيه حتى زيادة. وهذا حكم شرعي اللي نطبقوه، وبزيادة عندنا الرقابة تاع بنك الجزائر اللي ترغمنا على هذا الشيء. وبالتالي لو كان نحكموا التكلفة الإجمالية تاع عقد إسلامي في آخر المطاف تكون أقل بكثير من تكلفة تاع العقد كلاسيكي اللي يخدم بنسب الفائدة. وكيفاش تفسروا اليوم الاهتمام المتزايد من قبل الزبون الجزائري او المواطن الجزائري ب الحلول اللي تقدموها في اطار الصيرفه الاسلاميه؟ وفي حقيقة الأمر هو حتى النشأة هذه الصيرفة الإسلامية في الجزائر هي استجابة إلى طلب الملح تاع السوق الجزائرية. منذ عقود الناس تطلب أنه يكونوا عقود تمويلية، وحتى في مجال الادخار أنه يكونوا مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. وهذا في مقابل هذا طلب هذا الملح، قامت البنوك كما القرض الشعبي الجزائري وبعض البنوك الأخرى بطرح نوافذ إسلامية، وفي حتى بنكين إسلاميين بشكل كامل، اللي يقترحوا للسوق الجزائرية وللزبائن تاعهم يقترحوا لهم عقود مطابقة للشريعة الإسلامية. وهذا تحت الرقابة تاع هيئات شرعية فيها علماء اللي متمكنين من فقه المعاملات، اللي هما يراقبوا كل عقود ويراقبوا كل تمويلات وكل المعاملات المالية اللي يقوم بها النوافذ ولا البنوك الإسلامية. وزيادة على ذلك تحت الرقابة تاع بنك الجزائر. هذا فيما يخص وعلاش فيه إقبال على هذا الشيء هذا. وحنا لاحظنا هذا الإقبال هذايا من خلال الإحصائيات اللي نمتلكوهم في القرض الشعبي الجزائري، وين شفنا
باللي فيه طلب كبير على هذا النوع من الصرافه هذه، يعني في ظرف زمني قصير. وهذا ما راهوش على بعيد على اللي صرا في العالم يعني بشكل اشمل. حبيت تكلمنا بصفة خاصة على القرض الشعبي الجزائري ومساهمته في الصيرفة الإسلامية، وإذا كان يعني أشخاص هم يشاهدوا في هذا البرودكاست كيفاش يتقربوا من القرض الشعبي الجزائري باش تكون عنده يعني يستفيد من الحلول اللي تقدمها القرض الشعبي الجزائري في إطار الصيرفة الإسلامية. احنا ندعو الزبائن تاعنا انه يتقدموا من الوكالات تاعنا. نذكر انه القرض الشعبي الجزائري عنده ازيد من 162 ضمن وكاله يعني منتشره عبر ربوع الوطن، وعندنا 104 شبابيك اسلاميه، لانه احنا خصصنا شبابيك اسلاميه يعني 104 على مستوى التراب الوطني. وعندنا وكالتين متخصصه حصريا للصيرفه الاسلاميه، واحده في مدينه العاشور هنا في الجزائر العاصمه، وواحده في عين دفله في ولايه عين دفله يعني في الكابيتال. وراح يكونوا وكالات اخرى اللي رانا نخصصوا فيهم حصريا للصيرفه الاسلاميه، يعني المنتجات التمويليه الاسلاميه والمدخرات الاسلاميه وما يشبه ذلك. كيف ترون اليوم تطور الصيرفة الإسلامية في الجزائر في السنوات المقبلة إن شاء الله؟ هو شوف، احنا لما نديروا ان ريتروسبكتيف برك نرجعوا 4 و5 سنين للور، نشوفوا باللي كانت الحصه تاع الصيرفه الاسلاميه في السوق الجزائريه ما تجاوزش واحد حتى نقولوا 1.5%. بعد 4 سنوات من النشاط، وحقيقه هي 2 أو 3 لانه كان كوفيد وكان معلول بدايه النشاط كانت محتشمه شويه. في 2 أو 3 سنوات هذه الحصه هذه تاع السوق الجزائريه انتقلت ما من 5 إلى 6% حاليا. يعني 5 أضعاف أو 4 أضعاف على الأقل. هنا نشوفوا بلي كان تطور كبير من هذا الشيء هذا. ولما شفنا احنا واش لاحظنا في القرض الشعبي الجزائري، لأنه في ظرف تاع 3 سنوات نقولوا حاليا عندنا أزيد من 75 ألف زبون، وهذا يعني راهو إنجاز كبير. وعندنا أزيد من 50 مليار دينار جزائري من المدخرات اللي تم تعبئتها من طرف الشبابيك الإسلامية تاع القرض الشعبي الجزائري. وهنا نشوفوا حتى يعني تواصل مع الزبائن تاعنا، شفنا باللي فيه حاجيات او فيه مطالب اخرى اللي رانا احنا نصمموا منتوجات اخرى باش نواجبوا او نحطوا مقابل هذه التطلبات هذو والطلبات اللي راهم في السوق هذوما، باش يعني نوفروا حلول ماليه سواء كان في التمويل والا كذلك يعني في الاستثمار، يعني في تعبئه المدخرات. سؤال آخر يطرحه الزبون، الحلول المقدمة اليوم من قبل القرض الشعبي الجزائري سواء للأفراد أو للمؤسسات، ما هي هذه الحلول؟ هي شوف، هي احنا واش نواسيو، يعني احنا يعني اوني تري براغماتيك، نشوفوا واش الطلب في السوق وشنو هو. لما نحكموا الافراد على سبيل المثال، الطلب راه يشتمل ممكن على 2 ولا 3 حوايج. الشيء الاولاني هو العقار، الناس تحب تشري ديور، الناس تحب يعني تتملك دار وما يشبه ذلك. احنا في هذا المجال هذا رانا نقترحوا لهم سواء المرابحه ولا اجاره، يعني ينجم يتمكن يشري الدار يعني تو سويت، والا يمشي بالاجاره يكري الدار هذيك لمده زمنيه وبعدين تولي على اسمه. الافراد واش يحبوا ثاني؟ يحبوا السيارات مولنا السيارات، وشنو احنا نمولوا الا السيارات المصنعه محليا، وبالتالي يعني الوفره تاع السيارات في السوق اللي هي راح تسمح لنا باش نزيدوا نوسعوا هذه التمويلات هذه. في الوقت الحالي كاين نقص فيما يخص السيارات. كاين نقص فيما يخص السيارات. وشنو مولنا الدراجات الناريه، اللي كاين طلب كبير على الدراجات الناريه، راح تكون شراكات حتى مع مصنعين دراجات ناريه اللي رايحين نخوضوا فيها ان شاء الله باش نوسعوا هذا النشاط هذا، لانه لاحظنا انه فيه طلب على هذا الامر هذايا، خاصه للحرفيين اللي يحبوا دراجات ناريه ثلاثيه، يعني ديت كيما احنا بكري نسموهم، كانوا عندنا في لاريو لالير ولا لومبريتا اللي فيها 3 رود وفيها من اللور واسمو اللي تنجم تيكيبيها، دير باغ اكزومبل ان بلومبي ولا عنده الاخر تاعو يحط الدوزان تاعو ولا نشاط واحد اخر، ولا رايحين ان شاء الله باذن الله عن قريب ان شاء الله من نهار الصيف ان شاء الله نقترحوا شيء من هذا القبيل هذايا. وعندك كل ما يتعلق بالتهيئه تاع السكن، لانه كان فيه برامج سكنيه يعني ضخمه اللي طلقتها الدوله الجزائريه، خاصه من الصيغ يعني تاع الصيغ الحكوميه، وكان فيها مئات الالاف تاع سكنات اللي توزعت، والناس
دوكا عنده السكن تاعو تحصل عليه، لازم له تلفزيون، لازم له كويزينيا، لازم له فريجيدار، لازم له ماشي ناس يعني هو استثمار يعني العائله ولا اللي راحت شرات دار وما يشبه ذلك. حنا نوفروا لهم من هذا مقابل هذا يعني هذا الاشكال هذا التمويلي هذايا منتوج اللي هو مرابحه تجهيز اللي يمكن العائلات الجزائريه من تاثيث وتجهيز المنازل تاعها بمنتوج جزائري يعني 100%، وبتسهيل يعني حيث انه نمشوا حتى في التمويل مده التسديد تنجم تكون حتى ل5 سنوات. وهذا راح يطيح يعني كي كيبي دارو كامل راح يطيح له بالك 300,000 ولا 400,000 في الشهر بوندون 5 ans، اي سا سي تري انتريسون. هذا فيما يخص يعني منتوجات التمويليه للافراد. والافراد بحاجتهم حاجه واحده اخرى. احنا واش لاحظنا لما اطلقنا الصرافه الاسلاميه في الجزائر، شفنا بلي كان اقبال كبير حتى في واسمه فتح حسابات واسمه لي ديبو يعني المدخرات. والناس واش تحوس لا سيكوريتي، وتحوس ثاني لاكسيسيبيليتي لدراهمها، وتحوس ثالث شيء انه دراهمها ينمو يعني تنميه هذه المدخرات هذه. حنا موفرين لهم جوستومون حسابات اللي تمكنهم باش يرياليزيو لي تروا اوبجيكتيف هذوما اون توت سيكوريتي اون انفستيسون دراهمهم، ويكون عندهم مقابل، ومقابل هذاك يعني العائد اللي يتوزع لهم شرعي 100% يعني مطابق لاحكام الشريعه الاسلاميه، وما حسابات استثماريه. وثالث شيء انه لاكسيسيبيليتي ينجم يدخل يدي المدخرات تاعو في اي مكان. هذا حساب يعني سي دي ليفري ديبارن ا فيو كي سون ديستريبيي بار القرض الشعبي الجزائري لفائده الزبائن تاعنا. ومن جهه اخرى فيه كل ما هو مهنيين ولا مؤسسات. المؤسسات الطالب الكبير هو وشنو هو سي الاستثمار. سي الاستثمار لانه فيه استثمارات كبيره للمؤسسات ممكن ما عندهاش القدرات الماليه باش تسويها. احنا نقترحوا لهذه المؤسسات هذوما يا اما على سبيل المثال باش نمولوا لهم المعدات تاعهم ولا العتاد، ولا كاين المرابحه وحتى الايجار عن قريب باذن الله نواسيوها. وكل ما يتعلق بالاستثمارات العقاريه، لانه حتى المؤسسات يسحق لوزين، يسحق اونغار، يسحق شوروم، يسحق واسمه ايمابل ادمينستراتيف وما يشبه ذلك. موفرين لهم منتوج اللي هو يعني جد تري انتريسون اللي هو ايجار عقار اللي نجموا نمولوهم الاستثمارات العقاريه حتى ل 15 سنه. وهذا يعني في السوق الجزائري ما كاش له يواسي فيه غير القرض الشعبي الجزائري. وراح نزيدوا ان شاء الله باذن الله عن قريب الاجل ان شاء الله نقترحوا للزبائن تاعنا حلول تمويليه لتمويل الدوره الاستغلاليه تاع المؤسسات، يعني لو فينانسمون دو ليكسبلوطاسيون، يا اما باش بور لابروفيزيونمون تموين مدى اوليه، ولا وكذلك يعني لتموين لي بوزوان دو تريزوري تاعهم، لو فون دو لومون تاعهم اللي راح نطرحوا عقد جديد لفقر الشعبي الجزائري ولا عقد السلام اللي راح يمكن المؤسسات من تحصل على تمويلات اللي تسمح لهم باش يقابلوا يعني الاحتياجات التمويليه تاعهم في الدوره الاستغلاليه تاعهم. سؤال اخر من فضلك سي مزاري، تكلمت كثير على لي فورمول هذوما اجاره ومرابحه، هل تقدر تعطينا يعني الفرق ما بين الاجاره والمرابحه في يعني شوف هو المرابحه كما اسمها يدل عليها. المرابحه انا سارابح فلان بكذا وكذا، يعني تجي لي تقول لي انا حبيت نشري كروسه، قال الكروسه دير 300 مليون، انا ما عنديش 300 مليون، عندي غير 20 مليون ولا 100 مليون ولا دونك يان بوزوان دو فينانسمون ديرير. انا جانترفيا او طونك بنك قلت يا با دو سوسي، انا راح نشري هذيك الكروسه تاع 300 مليون وانت راح تخلصني سور 5 ans باغ اكزومبل وين يكون اريحيه في التسديد، ومقابل هذا الشيء هذا راني عندي فايده معك. الفايده في الكروسه لانه هنا ما كاش قرض، لانه كاين نقطه اللي جد مهمه اللي نتكلم عليها، انه في الصرافه الاسلاميه ما نقترضوش ما نسلفوا ما يسلفونا. صديق السياره هذه تدخل باسم القرض الشعبي الجزائري ونبيعها لك وتبيعها تولي على اسمك تولي على اسمك وتخلصها بالعقل. هذا سي المرابحه، يعني ان اكزومبل تاع المرابحه، وسي فالابل ثاني العقار وما يشبه ذلك. الاجاره سي اوت شوز، الاجاره سي كونترا لوكاسيون، سي كونترا لوكاسيون. قال انا استحقيت دار عجبتني افكات هنا في الحومه الفلانيه، قال شحال تسوى؟ اوكي انا كبنك نروح عند النوتير نروح نشري الدار هذيك من عند لو فوندور ونكريها لك لمده زمنيه معينه، قال 10 سنين 20 30 احنا نجمو نروحوا حتى 40 سنه.
وبعدين كي يخلص عقد الايجار هذيك راح يتم تحويل الملكيه للزبون يعني باودينار سيمبوليك، اودينار سيمبوليك. وهما عقدين منفصلين، يعني كثير يقول لك لا وفيه ما هما عقدين منفصلين، عندنا عقد ايجار ومن بعد عقد بيع بثمن يعني بخس، ماشي حاجه كبيره. هذه الاختلاف الجوهري ما بين العقدين هذوما. وباش نزيد اختلاف ثالث ممكن انه اللي هو كي بو تري انتريسون بور لي جون، سي كو نوضح انه في الصيرفه الاسلاميه سواء في المرابحه في الاجاره في السلام في المشاركه في كل يعني عقود الصيرفه الاسلاميه ما فيهاش قرض ولا اقتراض. في الصيرفه الاسلاميه ما نسلفلكش دراهم، انا نروح نشري لك واش تحتاج، عقار، سياره، تجهيزات منزليه، معدات، اون بو فينونسي نابورت كو. حتى يعني على سبيل المثال مع قانون الماليه الجديد راه سمح لنا باش نمولوا كل ما يتعلق بالخدمات، سفر، علاج، دراسه، ويعني هذا شيء مهم راح يدخل في حيز تطبيق باذن الله في سنه 2025. سيد مزاري، سؤال يطرحه الزبون ايضا، يعني الدوله اليوم تدعم مختلف القروض، هل هناك دعم خاص بالنسبه للحلول المقدمه من قبل الصيرفه الاسلاميه؟ صح، بالفعل يعني هو الخزينه العموميه كانت تدعم يعني منذ 2012 التمويلات الكلاسيكيه فيما يخص العقار خاصه، وتم توسيع هذا الدعم هذا تاع القروض الكلاسيكيه الى التمويلات الاسلاميه، بحيث انه فيه دعم لهوامش الربح في اطار العقود الاسلاميه، المرابحه والاجاره حتى الاستصناع به. ونذكر كذلك يعني فيه نقطه هامه، لانه هذا الدعم هذا كان مسقف الى 12 مليون، ثمن تاع السكن ما يتجاوز 12 مليون دينار جزائري. وحاليا الحمد لله يعني مصالح وزاره الماليه رفعت هذا السقف هذايا وين ما عادش سقف، وبالتالي ممكن انه الدعم هذا حتى لي لوجمون اللي ديباسيو 12 مليون 13 15 مليون دينار سا بو باسي. يعطيك الصحة سيد سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري. أنت أول بروميير انفيتي تاع سي بي بودكاست، فتحت خير ان شاء الله. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو اللي تبعتونا في العدد الأول لسي بي بودكاست. راح نوليو في العدد الثاني مع مسؤولين آخرين في القرض الشعبي الجزائري.